حضراتكم في نفس المجموعه اللي هي مجموعه لحم بيت من اللحم. القصه اسمها حلاوه الروح، ودي قصه بتتكلم عن واحد بيعوم وبيفكر ان هو يرجع الشاطئ عشان يستريح، ولكن البحر بيخونه والموج بيعلى عليه ويبتدي يصف حالته وهو بيموت. وهو اول ما نزل الميه كانت الساعه 4، ولكن الموج بيعلى عليه والميه بتحاوطه من كل مكان وفي طيارات من تحت بتسحبه، لكن في سيده جنبه هو حاسس ان هو السيده دي يعني من العيب ان هو يصرخ ويقول لها انقذيني، بالرغم ان السيده دي لو مدت ايديها ومسك صوابعها هيطلع البر، لكن نخوته ورجولته ابت ان هو يستغيث بالسيده، الى ان يبدا في فقدان الوعي ويبدا في الغطس في الميه ويشرب في الماء المالح، ولكن بيجد نفسه بعد كده على الرمل وبيجد ان ايد السيده الناعمه دي والاصابع الناعمه جنب السيده، وبيبص بساعته فبيلاقيها 4 ودقيقه، يعني القصه دي كلها حدثت في دقيقه. الحقيقه الكلام عن يوسف ادريس كلام كتير ولا يكفي ابدا مناقشه في مكتبه مصر الفقهيه، والحقيقه هو ترك تراث اتمنى من حضراتكم ان انتم تلاقوه، وعلى فكره هو موجود منه كتب كتيره جدا على النت مجانا تقدروا تحملوها وتطبعوها زي ما انا بعمل كده، ولكن هو تراث جيد جدا، تراث لكل قارئ ولكل مبدع ولكل كاتب لابد ان يستخدم هذا التراث الرائع للدكتور يوسف ادريس. انا شاكر لحضراتكم استماعكم وشاكر للمنصه الفرصه الجميله اللي هم